غالبا ما يعاني المريض من عودة آلام الظهر بشكل مستمر أو متقطع، وعادة ما يخطئ في تحديد السبب الدقيق مع صعوبة الوصول للأجهزة التشخيصية الحديثة. الشد العضلي وعرق النسا والانزلاق الغضروفي سواء الطرفي والمركزي والانزلاق الفقاري spondylolisthesis، هذه حالات شائعة جدا، ولكن علاج كل حالة مختلف تماما. ماذا لو قلت لك بأنه يوجد اختبار تشخيصي لكل حالة من هذه الحالات يمكنك القيام به الآن؟ السلام عليكم، أنا الدكتور فارس عرب، وهذه الحلقة شرح الاختبارات الطبية اليدوية الخاصة بتشخيص ألم الظهر. قبل ما أبدأ يا ريت ما تبخل بالاشتراك بالقناة، وبدوري حأستمر بشرح كيفية توظيف الطب لتحسين نمط حياتك اليومي. وأعطي هالفيديو لايك للمزيد من هذا المحتوى، ويلا نبدأ. لا يمكن الاعتماد على الأعراض فقط لتشخيص ألم الظهر، فقد تتشابه الأعراض وتختلف الأسباب من شخص لآخر، والتشخيص الخاطئ متوقع دائما. فيوجد عدة حالات متعلقة بالظهر تسبب الألم التي قد تحصل لنفس المريض بأوقات مختلفة. لذلك حأشرح سلسلة من الاختبارات الإكلينيكية اليدوية التي قد تساعد بإعطاء صورة أوضح عن تشخيص الحالة. أثناء أداء هذه الاختبارات يجب أن تفرق بين شد العضلات وألم الضغط على الأعصاب. أيضا حتحتاج مساعدة شخص آخر لأداء بعض الاختبارات. تمام، خلينا نشوف خطوات اختبار تشخيص ألم الظهر. الاختبار الأول يسمى Straight Leg Raise Test. هذا الاختبار هو الأكثر شيوعا في تقييم احتمالية الضغط على الأعصاب المركزية أو الطرفية بسبب فتق القرص الغضروفي أو prolapsed disc. وضعية الاختبار: إذا لم يتوفر شخص حولك ليساعدك على أداء حركة هذا الاختبار، استخدم حزام التمرين أو أي حزام آخر وثبته حول مشط القدم المصابة، ثم استلقي على ظهرك واسترخي تماما. للقيام بالاختبار، ارفع الساق المستقيمة بيديك ببطء بدون شد عضلات المفاصل السفلية. بهذه الطريقة سيبدأ ظهور الأعراض في نطاق يتراوح بين 35 إلى 70 درجة من انثناء مفصل الفخذ. إذا ظهرت أعراض قبل أو بعد هذا النطاق، فهذه الأعراض مصدرها تشنج عضلات الساق أو خشونة مفاصل العمود الفقري spondylosis أو التهاب المفصل العجزي الحرقفي، ولكنها ليست بسبب الانزلاق الغضروفي. لزيادة تأكيد الاختبار، أنزل الساق قليلا ليخف الألم، ثم ارفع الكاحل باتجاهك أو ارفع الرقبة للأمام. إذا ظهر الألم مرة أخرى، فهذا دليل قاطع على وجود ديسك يضغط على أعصاب النخاع الشوكي. الأعراض المتوقعة هي ألم حاد أو حرقان أو تنميل أو وخز في أسفل الظهر أو أحد الساقين أو كلاهما في نطاق ظهور الأعراض. الاختبار الثاني Slump Test Distal Initiation. يختلف هذا الاختبار عن السابق بأنه أكثر دقة في تشخيص الديسك الطرفي Foraminal Stenosis، وهو انحباس مخارج أعصاب الحبل الشوكي. وضعية الاختبار: اجلس على حافة كرسي طويل بحيث ترتفع الأرجل عن الأرض. تأكد أن الحوض مستقيم وغير مائل لأحد الجانبين. الآن لف يديك خلف ظهرك. للقيام بالاختبار، ارفع الركبة المصابة لأعلى، ثم ارفع الكاحل باتجاهك بهذا الشكل. الآن احني الظهر والرأس للأمام لأقصى حد ممكن. إذا ظهرت الأعراض في أي مرحلة من هذا التسلسل، يعتبر الاختبار إيجابي. الأعراض المتوقعة هي الشعور بألم حاد أو خدر أو حرقان بأسفل الظهر أو أحد الساقين بأي مرحلة من مراحل الاختبار. الاختبار الثالث Active Piriformis.
هذا الاختبار لتأكيد حالة عرق النسا أو شياتيكا، وهو الألم المنتقل من منطقة الأرداف إلى أسفل الساق الناتج عن انحباس العصب الوركي sciatic nerve بين العضلة الكمثرية piriformis وعظمة الجافية. وقد تشمل الأعراض عدم القدرة على الجلوس طويلا والعرج أو فقدان الإحساس في الأطراف المصابة، والألم الليلي الذي يتحسن أثناء النهار والمشي. وضعية الاختبار: إذا لم يتوفر شخص حولك ليساعدك على أداء حركة هذا الاختبار، ضع حزام التمرين حول ركبتيك وتمدد على جنبك السليم، واثني الحوض والركبتين 45 درجة بهذا الشكل. للقيام بالاختبار، ارفع الركبة لأعلى بالدوران الخارجي من مفصل الحوض، وقاوم الحركة بالركبة السفلية بهذا الشكل. يعتبر الاختبار إيجابي إذا شعرت بالألم أو التنميل المنتقل من الحوض إلى أسفل الساق. الاختبار الرابع: Sacroiliac Pain Provocation. هذا الاختبار يفحص ألم المفصل العجزي الحرقفي. يعتبر المفصل العجزي الحرقفي مفصل ثابت، إلا أن فيه درجة إلى 5 درجات من الحركة. سبب الألم بالمفصل هو الاصطدام المفاجئ، ويسبب ألم مزمن في أسفل الظهر أو الحوض، ويزداد خاصة عند الوقوف من الجلوس أو المشي. وضعية الاختبار: استلقي على جنبك السليم، وارفع الحوض والركبة لزاوية 45 درجة بهذا الشكل. للقيام بالاختبار، اطلب مساعدة شخص آخر للضغط على أعلى الورك للأسفل بوزن لا يتعدى 25 كيلو. يعتبر الاختبار إيجابي إذا شعرت بألم حاد أو بالخدر أو الوخز المنتشر من الوركين لأسفل الظهر ونزولا إلى الفخذين. الاختبار الخامس: Low Midline Cell Sign. هذا الاختبار يفحص الانزلاق الفقاري spondylolisthesis عندما تنزلق إحدى فقرات عظام العمود الفقري من مكانها على الفقرة الموجودة تحتها. في معظم الأحيان يمكن علاج الحالة بدون جراحة، إلا إذا كان الانزلاق شديد فإن الجراحة هي العلاج. للقيام بالاختبار، قف باستقامة، واطلب من شخص آخر أن يستشعر عضيمات فقرات الظهر الناتئة في أسفل الظهر بإبهامه. في حال وجود الانزلاق الفقاري، سيرى بروز مختلف للفقرة الأخيرة، والضغط عليها مؤلم جدا للمريض. إذا تم الاختبار بشكل صحيح، هذه الاختبارات تساعد كثيرا في تأكيد تشخيص ألم الظهر، ولكنها لن تغني بالكامل عن زيارة طبيبك الخاص. ألم الظهر يجب علاجه بأسرع وقت حتى لا يؤدي لتلف أعصاب دائم. أخيرا، إذا وجدت نتيجة جميع الاختبارات سلبية، فعلى الأغلب أنت تعاني من شد عضلي بأسفل الظهر، ويمكن علاجه ببساطة بتمارين الإطالة وتحسين نمط حياتك اليومي. لهنا خلصت كلامي لهذه الحلقة. أخبرني بنتائج الاختبارات في التعليقات. للمزيد من الحلقات تابعني على اليوتيوب أو على الفيسبوك والإنستغرام. معكم الدكتور فارس، وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله. واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه.